رفعت ايدي زي المجنون علشان اوقف السيارة، وفعلا بعد ما السيارة وقفت حسيت اني اطمنت، وفي اللحظة دي اغمى عليا. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة محتاج منكم طلب انكم تدعموا القناة بلايك واشتراك وكومنتات، لان ده اكبر دعم بتقدموه لنا واكتر حاجة بتخلينا نستمر في تقديم المحتوى. شكرا ليكم جدا وكل اللي بيدعمنا سواء بلايك او بشير او بكومنت. ويلا نبدأ فيديو النهاردة. قبل كده كنت بشتغل عامل توصيل بيتزا. الحكاية اللي هحكيلكم النهاردة دي حصلت في اخر عملية توصيل بيتزا ليا، واللي حصل لي فيها مستحيل حد يصدقه. كنت سايق سكوتر في ليلة يوم السبت، بحاول أوصل الأوردر في الميعاد المحدد بأي طريقة، وكل ده علشان كام دولار زيادة. العيشة صعبة وأنا حالتي المادية ما كانتش أفضل حاجة. وقفت عند مطعم صيني قديم، مكان عمري ما شفته ولا رحت له قبل كده. طلع من المطبخ راجل قصير أصلع وماسك في إيديه كيس، والريحة اللي كانت خارجة من الكيس كانت وحشة جدا، ريحة أكنه لحم فاسد. سألت نفسي لما ريحة الأكل كده، أمال الأكل نفسه طعمه عامل إزاي؟ الراجل سلمني الطرد وقال التوصيل لعيلة مايرز، وصله قبل نص الليل، ما تخبطش على الباب وسيبه على السلم. قلت له طب أعمل مكالمة أو أي حاجة علشان أعرف العميل إن الأوردر وصل؟ قال لأ، ما تزعجش مدام مايرز، صدقني ده لمصلحتك. رجع مرة تانية ودخل المطعم، وأنا مش قادر أفهم غرابة الموضوع كله، بس ما حطيتش الموضوع في دماغي وبدأت أتحرك بسرعة للمكان المحدد على الGPS. رجع مرة تانية ودخل المطعم، وأنا بصراحة ما كنتش قادر أفهم وحاسس إن في حاجة غريبة بتحصل، بس ما حطيتش الموضوع في دماغي وبدأت أتحرك بسرعة للمكان المحدد على الGPS. الGPS وداني على طريق مهجور. فضلت ماشي في الطريق ده شوية لحد ما وصلت عند بيت قديم ومهجور، الشبابيك مكسرة، والبيت أكن مفيش حد عايش فيه لأنه أصلا لا يصلح للحياة. حسيت إن في حاجة غلط أو العنوان صاحب المطعم اداهوني غلط، مستحيل حد يكون عايش في المكان ده. رجعت العنوان مرة تانية بس طلع مظبوط. بصيت على البيت وشفت ضوء ضعيف جاي من البلكونة. لما وصلت عند الباب ما كانش فيه جرس. فضلت واقف شوية قدام الباب وبعدها خبطت على الباب. كان باب خشب تقيل بس مفيش أي رد جالي. خبطت تاني وبعد شوية الباب اتفتح جزء بسيط منه. ورا الباب كان فيه وجه لسيدة عجوز عينيها زرقاء أكنها مضيئة في الظلام، وبصوت خشن قالت صاحب المطعم ما قالكش ما تخبطش على الباب؟ قلت لها أيوة بس الجو كان مظلم وما كنتش عايز أسيب الأكل بره. حسيت إن فيها حاجة مش طبيعية الست دي. سلمتها الأوردر وصوابعها اللي كانت أشبه بالهيكل العظمي لمست إيدي كانت باردة جدا. وبعد لحظات سمعت صوت الرعد كان عالي والبرق كان بينور في السماء والمطرة نزلت بغزارة. قلت لنفسي يا نهار أبيض، إزاي هقدر أسوق في الجو ده؟ ممكن تستنى هنا لحد المطر ما يخف؟ قلت في نفسي كويس استنى شوية لحد المطر ما يهدى، لأن بصراحة صعب جدا أسوق في الجو الصعب ده. البيت من جوه كان مختلف تماما عن بره. كان في نار كبيرة مولعة في موقد حجري فاخر، الحيطة بتعكس ضوء النار على أوضة فخمة وواسعة. العجوز عرفت نفسها وقالت أنا إلنور، وطلبت مني آكل معاها. قعدت معاها على الترابيزة وفعلا بدأت آكل. انعكاس النار كان باين في عينيها واللي كان لونها بلون كهرماني غريب. شعور غريب بدأ يجيلي. بعد ما خلصت أكل حسيت إحساس غريب في معدتي ما كنتش قادر أفهمه. قلت لها شكرا، الأكل كان مختلف ولذيذ، ما كنتش متخيل المطعم ده بيقدم كده. بصت لي وضحكت. انعكاس إضاءة النار على أسنانها الملتوية كان مخيف ومنظرها مرعب جدا، وقالت الناس دايما بتحكم على الشكل،
ها يلا جا وقت الحلوى. مسكت بطني المليان وقلت انا ما عنديش مكان للحلوى، خلاص انا شبعت وبطني اتملت. ابتسمت ومسكت سكين حاد وقالت الحلوى دي ليك، انا مبسوطة ان المطعم بعتك واخيرا وصلت بعد ما انتظرتك فترة طويلة، ومبسوطة اكتر انك خبطت على الباب. في اللحظة دي حسيت بدوخة شديدة، والحرارة من النار اللي كانت مدفية المكان اتحولت لحر شديد. الخوف زاد، حاولت أقف على رجلي بس جسمي كان تقيل جدا، ورجلي ما كانتش شايلاني. لقيتها بتقرب مني وفي ابتسامة مريبة على وجهها والسكينة في ايديها. حسيت انها اتحولت من ست عجوز لشابة في عز قوتها، وقالت هستمتع بيك واحدة واحدة من غير ما تحس بألم. وقتها عرفت ان المشكلة مش في الأكل ولا في البيت، المشكلة في الست دي نفسها، دي مش بشر. في آخر لحظة حسيت جسمي بيلم نفسه شوية وقدرت أفوق. مديت إيدي وخطفت شمعدان النحاس التقيل من على الترابيزة. الأدرينالين زاد في جسمي، مسكت الشمعدان وفي اللحظة اللي هي هجمت عليا فيها ضربتها بقوة على راسها، وقعت على الأرض وصوت زمجرة غريب خرج منها. حاولت تمسكني بس معرفتش، لأني استغلت اللحظة دي وجريت بسرعة ناحية الباب. فتحت الباب وخرجت بسرعة في المطر، فضلت أجري بأقصى سرعة بالرغم من اني ما كنتش قادر اخد نفسي، بس ما توقفتش للحظة واحدة عن الجري. ما بصيتش ورايا لحد ما شفت من بعيد في ضوء، كان ضوء سيارة بتقرب مني. رفعت ايدي زي المجنون علشان اوقف السيارة، وفعلا بعد ما السيارة وقفت حسيت اني اطمنت، وفي اللحظة دي اغمى عليا. صحيت لقيت نفسي في المستشفى. الدكاترة اتصدموا من كلامي المتلخبط عن عجوز حاولت تاكلني. اكتشفوا آثار مخدر في معدتي، وقالوا ان المشروب اللي اتقدم لي وانا شربته كان مليان مخدر. والاغرب ان المطعم اللي اخدت منه الطلبية دي اختفى، كأن الارض اتشقت وبلعته. مفيش اثر ليه على الGPS. انا متأكد ان في مطاعم سرية تحت الارض في المكان اللي انا عايش فيه، بس بعد بحث عميق اكتر عرفت ان في مطاعم سرية مختفية تحت الارض محدش يعرف عنها حاجة. والمطاعم دي بتقدم انواع من اللحوم، بس مش اي لحوم، بتقدم لحوم بشرية. أنا بعد ما سبت الشغل في المطعم كنت حلفت إن عمري ما هدخل مطبخ تاني. قضيت سنين بين المطابخ، ظهري تعبني من الوقفة وأنا بطبخ للناس وبقدم لهم وجبات، وفي كتير منهم ما بيقدروش ولا حتى بيسيبوا تبس مناسب. قررت أمشي وأسيب الشغل في المطابخ، بس بعد ما أمي ما تعبت وفواتير المستشفى كانت كتيرة جدا عليا، وأنا بصراحة ما كانش عندي طاقة تاني إن أشتغل في مجال المطاعم. بس بسبب تعب أمي والضغط المادي اللي كان عليا وافقت على أول شغلانة جاتلي، شغلانة بتدفع كاش بسرعة ومن غير أي أسئلة. لقيت إعلان على منتدى مقفول. الإعلان كان بيقول مطلوب شيف متخصص، مش محتاجين رخصة، والمرتب ممتاز ومغري، ولازم تكون شاطر في الطبخ جدا. وكان في عنوان. اتواصلت معاهم وبعتولي عنوان المكان اللي المفروض أروحه. لما سقت لحد العنوان ده لقيته مكان تحت الأرض، فيه أفران ضخمة وبلاط عليه بقع دم وأكياس مفرغة من الهواء متكومة في غرفة التبريد، وراجل لابس بدلة سلمني التعليمات من غير ما يقول ولا كلمة ولا يقول اسمه. قال لي اطبخ اللي في الكيس وصور كل حاجة وسيب المكان قبل منتصف الليل. أول ليلة أخدت فيها 5000 دولار، بس أنا كنت عارف إن اللحمة اللي بطبخها دي مش لحم بقري. مش مهم قد ايه هتقطعها حلو او تغرقها في صوص، في حاجة في الملمس كده ما ينفعش ابدا تبقى في لحم حيوان او لحم بقري. اللون والنسيج والعظم الطري كله كان فيه حاجة غلط.
العميل قال لي إن دي نوع من اللحم النادر، والكلمة دي فضلت ترن في وداني كتحذير، التحذير اللي ما أخدتوش بجدية وقتها. قلت لنفسي مش مهم، أنا بطبخ علشان أمي تفضل عايشة، ولو ما قبلتش الشغلانة دي أكيد في حد تاني هيقبلها. وبصراحة الراتب كان مغري، بطلت أسأل وبدأت أزود لمساتي على الطبق اللي بعمله، وبقيت أعمله بشكل احترافي أكتر. بعد فترة طلبوا مني أصور نفسي وأنا بطبخ، بعتولي كاميرات ومايكات وكل حاجة أحتاجها في التصوير. معرفش مين اللي بيتفرج على الفيديوهات دي، بس واضح إنها مش لعميل واحد، في حد بيجمع اللقطات دي وبيبني بيها أرشيف. بعد شهر المرتب اتضاعف، وفي يوم رحت الشغل ولقيت في كيس، بس مش زي كل مرة. الكيس ما كانش عليه أي ملصق غير ورقة صغيرة مكتوب فيها القطعة دي لسه طازة، خد بالك. أول حاجة لاحظتها لما استلمت الكيس إنه كان دافي جدا، كان فيه بخار جوه الكيس، ولما فتحته شفت العروق لسه مليانة دم. القطع ما كانتش متشالة كويس، الجلد متقشر نصه، كأن اللي كان بيجهزها استعجل. مفيش ريحة عفن ولا جفاف في المفاصل. الجثة دي كانت جثة إنسان لسه متقطعة من ساعة أو أقل. معرفش اسمه، بس كان لابس في إيديه اسورة من مالها ليلي. قفلت النور وقعدت على الأرض، كنت بحاول أتمالك نفسي واستوعب اللي بيحصل. ساعتها فهمت إنها مش مجرد وجبات أو أطباق عادية للحم نادر بعمله، إنما أنا بعمل حاجة غير قانونية وشغال مع عصابة. أنا مش طباخ، أنا جزء من العملية اللي بتحصل دي وجزء من الجريمة. طول الوقت كان في حد بيراقبني. في زاوية المطبخ كان في كاميرات بتنور بنور أحمر صغير. فصلت الكابل ومشيت وسبت كل حاجة زي ما هي. تاني يوم الصبح رجعت لقيت المطبخ متنضف تماما. كان في ورقة ملزوقة على الباب الخاص بيا، عليها وجه مبتسم وثلاث كلمات. اترددت مرة. في نفس اليوم أختي كلمتني وهي بتبكي وقالت إن أمي دخلت في غيبوبة. المستشفى قالت إنهم مش فاهمين مين بيدفع الفواتير، بس الحساب مدفوع بالكامل من شخص تاني. الليلة دي أخدت الشغلانة اللي بعدها من غير ما أفكر. قلت لهم ابعتوا اللي انتوا عايزينه وأنا هخلصها بسرعة. بس المرة دي ما بعتوش لحم، إنما بعتولي صورة لراجل في الثلاثينات من عمره. الراجل ده كان عايش، ما كانش جثة زي اللي قبله، وكان مكتوب على الورقة ابدأ من الرجلين، التسليم في الموقع، أنت اللي هتتولى التحضير. وقتها فهمت اللي هم محتاجينه مني، محتاجين إن أنا اللي أخلص على الشخص ده بنفسي. استنيت قدام شقة الشخص ده لمدة ساعتين، وأنا قاعد في العربية وإيديا ماسكة في الدركسيون بقوة. ما كانش فيه عربية خطف ولا مساعدين، كنت أنا لوحدي. الساعة كانت بتمشي ببطء والدنيا هادية. نزلت من العربية ومشيت ناحية الباب اللي كان مفتوح. جوه المكان كان نظيف بشكل غريب، فرش في مكانه وصور عائلية على الرف. مشيت في الممر لحد الأوضة ولقيته على الأرض. ايديه متكتفة ورا ظهره، شريط لاصق على فمه، وجهه متورم اكنه ضرب مبرح. بصلي بعينيه، ما كانش بيبكي انما كان غاضب. وبعدين شفت الكاميرات، كاميرتين وطائرة درون على الشاحن. المكان ده ما كانش بيته، ده كان ديكور متصمم مخصوص للشغل. الهدوء كان خانق. مسكت المشرط اللي سايبينه جنبه، ايديا كانت عرقانة وبترتجف. قلت له انا اسف، وضربته وفضلت أطعن فيه. الدم تطاير في كل مكان، على السجاد وعلى الحيطة. وهو ما ماتش بسهولة، فضل يتشنج وأنا ماسكه بإيديا لحد ما هدى تماما وجسمه سكن ومبقاش بيتحرك. بصيت في الكاميرات وهزيت راسي، هما كانوا عايزين يشوفوا اللحظة دي. بعد 3 أيام وصلني فلاش ميموري جوه فيديو متمنتج بالكامل، لقطات بطيئة وموسيقى وصوت الزيت وهو بيغلي، والتقديم في طبق فخم. اسم الملف كان الحلقة 13، عودة الشيف ريجي. أنا كنت البطل دلوقتي، وشي وصوتي
لما شفت أول فيديو منهم ما قدرتش أكمل، ورحت شايل الفلاشة وحرقتها فورا. بس بالليل جالي طرد عند باب البيت، جواه USB تاني ومريالة مطرزة بحروف من اسمي الأولى، ورسالة صغيرة مكتوب فيها: لو حاولت إنك تبطل طبخ، الطبق الجاي هتكون أختك. من وقتها وأنا رجعت أطبخ مرة تانية، بطبخ الجثث اللي بتجيلي في صناديق مربوطين ومكسرين. كل شغلانة كانت أبشع من اللي قبلها. في زباين كانوا عايزين تصوير لحظات الألم، ردة الفعل أول ما النار تلمس الجلد. ما كنتش بنام ولا بتكلم، كنت بس بشتغل، لحد ما وصل لي صندوق فاضي بس جواه صورة ليا متصورة من بره غرفتي من 3 ساعات بس، وعليها تعليق: زهقنا من نفس الوصفات، انت الطبق الجاي. فضلت يومين مستخبي في الشقة، قفلت الشبابيك وفصلت الكهرباء، قفلت الموبايل، بس كنت عارف ان مفيش فايدة، هما كانوا جوه اصلا. وبعد شوية الجرس رن، ما كنتش قادر اتحرك من مكاني. فضلت ساكت، اسمع صوت انفاسي اللي كانت بتخرج تقيلة وبصعوبة. الجرس سكت، وبعد 10 دقايق خبط على الباب بطريقة بطيئة، كانت خبطات ثابتة وبطيئة. وبعد شوية شفت ظرف بلاستيك من تحت الباب. فتحت الظرف وجواه كانت صورة لأختي مربوطة في كرسي ومتكممة وبتبكي. حاولت بسرعة أرن عليها وأكلمها بس الخط مقفول. جمعت حاجتي ومشيت على العنوان اللي بعتوه. المكان كان في الغابة، بيت صغير من دور واحد. دخلت البيت والغريب إن ريحة البيت كانت حلوة جدا، أكنه لسه متنضف حالا. وكان في كاميرا واحدة موجودة وترابيزة متجهزة، وفي النص طبق متغطي. شلت الغطا ولقيت لسان لسه طري، وجنبه ورقة فواتير مكتوب فيها: الشيف رغي، الطبق الرئيسي. كنت أنا الطبق. هما كانوا بيجهزوني من البداية. جريت على الباب وكان مقفول، الشبابيك كلها عليها حديد. فتحة التهوية فوقي اتفتحت وفي غاز بدأ يخرج منها، وبعدها حسيت ان عينيا بتحرقني ووقعت على الارض. قبل ما افقد الوعي لمحت لمبة حمراء بتنور في الكاميرا، كانوا بيصوروا بث مباشر. صحيت وانا مربوط على ترابيزة معدنية من غير قميص، وراجل لابس طاقية شيف بيسن السطور. الكاميرات متوجهة عليا. صرخت وبدأت استغيث بس ما عملوليش اي حاجة، ده كان تحذير. وبعد شوية اغمى عليا. لما فقت كنت في أوضة تانية، وكان جسمي كله سليم مفهوش أي حاجة. كانوا عايزين يقولولي إنهم المتحكمين ولازم استمر في الطلبات اللي هما بيطلبوها مني. وبعدها سفروني مكان جديد، مطبخ جديد وسكاكين جديدة، لكن نفس القوانين. دلوقتي بياخدوني في كل مكان، ما بسألش فين ولا رايح لمين، بطبخ اللي بيبعتوه. مرات تبقى واحدة مربوطة وبتبكي، ومرات وفضلت مستمر في اللي بعمله من غير ما أسأل أو أعترض على أي حاجة. والدتي كانت متوصلة بأجهزة، وأختي محبوسة في غرفة من غير شبابيك. هما لسه عايشين عشان أنا بطبخ، ولو بطلت أطبخ هما هيموتوا. وده الاتفاق اللي كان بينا واللي لسه مستمر فيه لحد النهارده.